في هذا الفيديو نحاول نخليه انه ما يكونش شويه طويل، ولكن نحاول انه يكون شويه ممتع بقدر ما انه ما يكون ممل او طويل. فقبل ما نبدا الفيديو فما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك وتبارطاجيو الفيديو باش يطلع هذا الفيديو، باش الناس يعرفوا انه هاد الناس انهم كاينين بصح وانهم قريب يتواجدوا في المغرب، ولكن شكون قال بلي انهم مازال ما كاينينش ويقدروا انهم يكونوا كاينين. عارف انه الاغلبيه فيكم عارف الانترنت المظلم او الدارك ويب، ولكن كاينه فئه قليله ما عارفه شنو كيصرى فيه اولا شنو هو اصلا. في الدارك ويب كيوقعوا فيه واحد الحوايج انها غير قانونيه ولا كتمنعها الدوله او الدين او كل شيء كيتفق عليها بانها ممنوعه ومحظوره. ولكن في دوك البؤره او في ديك الحفره ديال الناس المرضى النفسانيين انك يمكن لك انك دير اي حاجه كيف ما كانت وتاخذ الحريه ديالك وانها تشري اي حاجه. فداك السيتات او داك الشيء انه يقدر يرجعك اللور، لانك تقدر تشري بنادم، اطفال، عجائز، كيف ما بغيتي، حيوانات مبتوره، حيوانات غريبه في شكل مندمجه مع بعض الحاجات اخرين. المهم حوايج غريبه بزاف. ولكن في هذا الفيديو نعرفوا بعض الطرق او لا طريقه وحده اللي مازال ما عرفوها المغاربه او العرب انها انتشرت بزاف هاد الايام، وقلت علاش ما نديرش عليها فيديو ويعجبكم حتى نتوما ان شاء الله. فالاغلبيه فيكم انه عارف بليهم كاينين بزاف من ابشع الطرق الوحشيه اللي عرفنا على مر التاريخ، سواء في الحروب، في الاستعمارات، في الاحتلالات، في اي حاجه كيف ما كانت. ولكن في الديب ويب انها كتكون شويه طالعه في النيفو او زايده نغزه، وداك الشيء كيرجع بسبب انه كاينين تما واحد الناس اللي بزاف واللي نقد نقول بلي 99 منهم في المية انهم كيتلذوا بالالم تاع الشخص او لا كيتفرجوا فيه. ففي هذا الفيديو نحاول انه نشرح لكم اي حاجه كيف ما كانت، ونحاول بلي نقول شي مفردات اللي خاصكم نتوما تفهموا، لحقاش انه يوتيوب كتمنع بعض المفردات ويقد الفيديو انه يتمحى ويمشي في الزيرو. فهاد الطريقه اللي غادي نعرفوها الان من ابشع الطرق الوحشيه. فباش انك تحول الانسان من انسان خلقه الله لدميه فراه بزاف. فهاد العمليه كتتم مع الاطفال انهم كيخطفوهم من كلا الجنسين سواء بنت او دري، وراك كطرح اعمار ديال من بين 7 سنين او حتى 15 عام او 16، وفي بعض الاحيان انها كتختلف طلبيات فكتوصل حتى 20 عام 19، داكشي على حساب اللي كيبغيو هما. فراه بحال مثلا انك كتطلب مثلا برجر او لا تاكوس، فهما كيطلبوا دري صغير انهم يقلعوا له يديه رجليه او اي حاجه ويبداو يمارسوا عليه، وراكم عارفين شنو كيتمارس. ودابا نعرفوا العمليه كيفاش تتم. هاد العمليه كتم انهم كيحايدوا الرجل اليمنى واليسرى واليد اليسرى واليمنى، يعني كاملين بزوج كتبقى بدون يدين ولا رجلين. ومن بعد انهم كيخيطوها، وبعد الشفاء انهم كيفقدوا حاسه البصر وحاسه السمع، وكيحيدوا لها السنين تاعها انها باش ما تعدش مول صاحب داك الشخص اللي شرا داك الشيء. المهم راه دابا كنهضر معكم بالالغاز، وكيستأصلوا ليها الرحم باش ما تحملش، باش انها كتبقى دميه وما تقد دير والو، ما بدون ما تقاوم بلا حتى شي حاجه. والثمن ديالها من بعد شهرين باش تكون واجده، شهر او شهرين كتكون واجده، فاقل تقدير واقل ثمن 50,000 دولار. وكاينين بزاف واحد الاثمنه اللي غريبه، مثلا انك تقد تشري حاجه اللي غاليه تما كتباع بدولار او بشي حاجه، ولكن ما غادي تباعش بانها جديده، ولكن ضروري ما تكون معها شي حاجه اللي غادي تخضرك او لا غادي تفني لك الحياه كامله. فبعد انها ما كتشرى كتولي دميه، ما كتسمع ما كتشوف ولا تصرخ وما كتهربش وما كتقدرش حتى تقاوم، فقط انها كتشعر بداك الشيء مع الملك ديالها وصافي، ما كتقدر تدير حتى شي حاجه حياتها كامله حتى كتموت. والفرق بينها وبين الدميه انها الدميه ما كتحس انها غير عايشه، والانسان اللي مبتور لها الرجلين او اليدين ومعذبه انها كتحس. كتباع الدمى الحيه على الدارك ويب في عده مواقع، والاقبال عليها كبير في هذه الفترات من اشخاص المرضى النفسانيين. كيف ما قلت لكم في هذا الفيديو، كيف ما قلت لكم راه هادشي منين تا هو كاين، ولكن في المغرب يلاه وصلتنا هاد الطريقه من هاد الطرق. فما تستغربوش، راه كاينين بزاف تاع الطرق اللي مازال اللي كاينين. فإلا عجباتكم هاد النوع من تاع الفيديوهات فما تنساوش ديروا لايك وتطلبوني عليها في الكومونتير، ونحاول انني ندير ما في جهدي ونحكي لكم عليها. فما تنساوش الدعم ديالكم ان شاء الله، فراه غادي نعجبكم